لا والله الواحد يتجوز واحدة من فرنسا تنسيه الأيام القديمة وسواتي. بقى أنت يابا عايز تتجوز على أمي يابا، ده كده تزعل في تربتها. ما تزعل ولا تولع بجاز يحرق قلبك. ما تعمل حساب حتى للعشرة. عشرة ايه؟ ده كانت عشرة سودي. هو أنا كنت بنعمل لها حساب وهي عايشة عشان نعمل لها وهي ميتة؟ ده هتنقع في التربة بتاعتها. ده أنا أصلا ولحت في تربتي. ده أنا هنجيب واحدة عود فرنساوي. السلام عليكم يا فزاع. عليكم السلام يا حاج بسيون. رايحين فين كده يا اخوي؟ يعني انت مش شامم ريحة البرفان؟ ده الغبي يفهم. ده برفان جلب الحبيب. والله شامم. طب رايح فين يعني؟ والله يا حاج بسيوني بقول لك الواد ابو فياض كان في فرنسا وله اخت متجوزة هناك وخلفت 2 وماتت، جابهم معاه هنا. رايح نختار لي واحدة منهم، خل ننسى القهر وسواده. انت غبي يا فزاع، انت غبي ما بتفهمش ولا تعرف مصلحتك. ليه؟ يا واد البنات الفرنسويين دول ما يعرفوش يطبخوا. ان شاء الله عنهم ما عرفوا. ما تعرفش تحلب الجاموسي. يا بسيوني انت ناسي الجوازة بتاعت الاولي، ده مخلف لي واد الله وكيل، الواحد يبص في وشه يفضل مسجود 100 اسبوع. انت عندك حق بس اسمع كلام. اصل البنات دي مريضة، عندها من القلب والسكر. البنات الواحدة من دول الفرنسية تاخدها تفضل تتعالج فيه، وبعدين ما بتاكلش غير جاتو وباتو وكيرسو واندرو ومش عارفه كل حاجة فيها في كده شغل نخرباه. ايوه. لا ده انت وعيتني ورجعتني على عقلي. تصدق وتؤمن بالله البتوه اللي انت بتقول عليه دي والشتاه والجتاه انا ما نسمع غير عنهم في التلفزيون. روح اكل بعينك وسيبك من جوازك. يبقى مش اكله مش بقى معانا ولا حاجات من دي. مش هيعطلك لو اكلت واحده، مش لا تروح تعمل لها غسيل معده شهرين. بنقول لك من فرنسا. انا نصحته قلت له جوزناني. روح هات لك واحده. انت عارف النكسه الوحيده ان امك بعد ما ربنا خدها سابت لي حاجه من ريحتها النتني. ده انا هنكتيلك النهارده. اكل بعينك اتكل على انا رايح الاول والنقد الحلوه. يا لعنه التلاج ما تروح لعنه جسيتي يا عبد العال. لعنه التانى ده العيال من فرنسي يا ابن سيف. والله ما انا رايح انا الاول. مما حاصل والله ما انا رايح انا الاول. انا مين اللي هنكتيلك حاجتي؟ عيني مين حاجتي؟ ربنا يهديك. ايه يا رجالي؟ ايه يا رجاله؟ استنى حاجة شباب انا رايح انا الاول. استنى والله. ايه؟ استنى يا عبد الرحمن. هتروحوا فين بس قولوا لي. يا ابو بياض يا راجل والله ما انت رايح بيتك قلت لك اصبر. هتروحوا فين؟ يا ابو بياض انا عاوز نرجع عروسي وده عاوز يرجع عروسي. انا اللي على الناس. انا اللي على الناس يا غبي. انا خد انت بلاع ابن بلاع. امال انت ايه؟ انا بلاع بس معايا فلوس انت كحيان. طب ما اخر معايا فلوس. يا معكش يا كحيان. اسمعوا يا اخبيه، انتوا قصدكم على البنات اللي جايه من فرنسا. ايوه اقول لك لا تتقشطوا. يخرب بيتك مش بالجمال. المثل بيقول لك يا عاشق الجمال روح القبر وتطلع هتلاقي يعني ايه حبيبي بس بقى خلع. يعني ايه بقى؟ افهم يا غبي. ما انا ما بفهمش الحكم، نفهم كلام ما انا هنقول لك اهو اهدي. مش فاهمني بقى. طب اهدي. هدي الموضوع بيقول لك ايه؟ البنات دي اصلا جايه مريضه. ايوه البنات عندها القلب، والبنات اصلا ما بتعرفش تطبخ، واحنا عايزين طشه ملوخيه. ايوه دكر وتسكيه وخبز يا وليه وحياه يامي. البنات دي ما بتعرفش تعمل كده اصلا. غير كده البنات دي اصلا بتاكل جاتيه وباتيه دي ومانيه ايه دي ومش عارفه ايه. بتتاكل ولا ده ولا حاجه؟ ما بتاكلش رز ومكرونه زينا ومحشي. انت عايز تروح الاول؟ روح الاول انا مش عايز. لا روح انت روح. كده مهورهم غاليه قوي وعلى الفاضي.
الحمد لله يا حاج بسوني. عرفت انت اقنعتني يا حاج بسوني. سوقوا نفسكم. انا هروح لبنت ابو جبل احسن. قال لي طاس تحلب الجاموس. وعليها الطلاق بنت ابو جبل دي عليها الزيطه الواحده اول ما تقول الله تحس بالمتعه. علي اليمين اول ما تحس تضرب الجياز طيه تناقش شنو يغمى عليها النام على طول. خلاص هنسيبك بقى وانت بروح له. روح يا اخي الله يرضى عليك يا اخي. روح الله يرضى عليك. شوف الناس اللي عندهم حكم، الناس اللي ضميرهم لسه صاحي، في ناس تانية ضميرهم وسخ، ضميرهم يا عم عبد العال. ايه الاخبار العروسه اللي انت كنت رايح لي؟ لا ما انا مش رايح يا اخوي. يا اخي ده انا كنت فرحان وقلت هيبقى في شبكه في العزبي وهنظبط الاداء كده. اهيان انا مش رايح لهم. ده ليه؟ ايه اللي حصل؟ تعبانين وعندهم القلب والسكر. مين اللي قال لك كده؟ بياكلوا بنايه. اسمع كلامي انا، مين اللي قال لك كده؟ الحاج بسيوني عنده ضمير. حاج بسيوني؟ وهنروح لبنت ابو جبل. طبيعي جاي لي امبارح يا معلم اللي ابويا راح يخطب واحده منهم. انت بتتكلم بجد؟ ايوه طبيعي انا بنقعد معاه على طول وبنعرف الاخبار. علي اليمين علي اليمين لو تكون بتضحك عليا ما الله راح جاي. هو قال لك كده عشان نروح هو. انا عارف العزبه دي ما بتحبش خير لحد. بس اهم حاجه تظبطني. لا والله انا نظبطك، بس لو كلامك ده طلع غلط هنروح نقول لابوه. طبعا يا بنتي يا جمياني انا عاوزك تبيني هنا ان انت من الاعيان، لان هناك في فرنسا الشحاته غير هنا. هناك العالم بتشحتك بالاسترليني وباليورو، هنا هيديكوا ربع جنيه شويه رز معفنين، شويه كوز ذره معفن، وهي دي الشحاته هنا. وانت يا بنتي يا روتان عليك طرق لنجوزك جوازي ما تحلمي بيه. ايه رايك بقى؟ انا عايزاك تتجوزني يا غني. واحد غني؟ يا ابو فياض اسكتي بقى يا روتان. ايه اتفضل يا حاج بسيوني. السلام عليكم. مرحبا بقى لك شوقه يا تعالى هنا يا روتان. حضرتك يا بسيوني. سلم على التاني. هو انت اتعلمت الاتيكيت ولا ايه؟ تعالى هنا يا روتان. عودي هنا اهو. قول يا بسيوني اهو. لا انا نحب نسمع التلفزيون ونقعد نفرح له تاني. ما تسمع يا ابو فياض. تعالى يا دكتور عندك. عامل ايه يا بسيوني؟ ايه اللي حلفك عليا الحدفه السوداء دي؟ السلام عليكم يا ابو نسب يا غالي. ابو نسب؟ والله يا بسيوني انت عفيه عليا ولا ايه؟ واحد بسيوني هو دي الفرنسي ولا بلاد؟ علي الطرق من ساعه ما سافرت من هنا واتجوزت خالة روتاني وجمياني وانا ربنا فتح عليا بالوسع. ام روتانا اخت ام روتانا خالتهم كانت في الاعياد، كان عندها كشك سجاير من اللي بور. نقول لك ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه دخلتك عليها غريبه كده؟ انا روتاني وجماني اخوات ولا عيال عام؟ لا اخواتي حاج بسيون. يا خساره يا خساره. طب اصلا انا عايز نتجوز وحدي وكنت نحسبهم عيال عم، قلت ممكن ناخد. والله يا حاج بسيون انا بطلت لان انت راجل فقير، معلش ما تزعلش مني يعني. تصدق يا عبد العال انا ما كنتش مصدقك. صدقتني يا فزاع بقال. شفت الراجل النادل قعدنا كليني عشان يجي يسقط واحده منهم هو. علي الطلاق يا ابو فياض. هناخد وحدي وندفع لك فيها. بقول لك ايه يلا خشوا نضربوه. نضربوا ضربتين وانت ذنبنا ايه؟ هم مش هنادي بقى نروح نجيب هنادي بصوت العجل مظبوط. علي الطلاق انت عليك دماغ يا عبد العال. ليه هو يخزوقنا كده بالسهل ونسيبوه؟ يلا بينا. يوني خالتهم كانت فاتحه كشك سجاير باللي بورو سيريس اخضر. سيريس اخضر؟ مين الاعيان؟ اعيان مش مهم هندفع في الواحده مليون جنيه. وبعدين في فرنسا هناك واخدين حريتهم شويه، صح يا جمياني؟ يا خالد ده عامل دقرس جميل قوي. اظن انت دلوقتي يا مسيون الفرحه مش سايعاك. شوف لما تسمع من جمياني ان انت عامل الدجلس المعفن دي. انا عندي اهم راي جمياني والروتانا تاخد بالها من خلي بالك يا جيان يا جمياني. روتانا وجمياني هناك في فرنسا الوضع غير هنا الرجاله رجالي. اعتبريني زي ما انت عايز. انا مش عارف يا سيدي طول مين؟ انا فزاع يا حبايبي. تعال يا فزاع. اني ازاي مفيش راجل في البيت؟ هو انت مكبر راجل لما انت فيه مفيش راجل غير هنا. ايه؟ سمعت الكلام انت؟ يا عايش انت عاوز ايه؟
عملوا لبسونا مصيبه يا عبد العال. ما فيش راجل بعد هنادي، ده بسيوني، ده خرج خش. اسمع كلامك يا عبد العال، ربنا يسترها. ازيك يا هنادي؟ الله تمام. عامل ايه والله؟ ايه الاخبار؟ بص بقى يا هنادي، راح المرحوم ابوكي الله كان يرحمه. صاحب الروح بالروح، وجاي لك انا وعبد العال نبلغوك بخبر مزعلنا قوي قوي والله. طب قول يا اخويا. جوزك يا هنادي بيتجوز عليكي واحدة فرنسية، يعني لو خدها عمره ما هيبص لريحة التجلية. بنت ابو فياض لسه جاية من اسماعيل هناك اللي بعيد اللي بنات حمرا دي. بنت اخته. بنت ايه؟ بنات حمرا. ايه البنت الحمرا ده؟ ما شاء الله احمر وجهك ده اسود. خلينا في المهم يا هنادي. ده انت اللي ما تعرفوش اني بقول عليك انت اللي بقرة. انا نجوزها بقاص. انا اتجوز البنت الفرنسية دي. بقول لك القصر بتاعك اللي انت قاعده فيه ده هينزلك منه وينزلك جنب البرايم بتاعك ويتجوز فيها هنا. جنب البهايم. ايوه. طب لما يجيني لما يجيني هيكون كتب كتاب وفرجت في المعطوبه. انا عايزك تروح تمسمريه تجيبيه من خل شعره السايب دي مع كل منك انت. لازم تكسري عينه قدام البنت بتاعك. انت لو مربياه ما كانش ماشي على حل شعره. واحنا نروح نتفرجوا. زي ما قلت لك كده يا ابو فياض، هنعمل لها فيلي 270 متر في 320 متر. سمع يا روتاني. اوضه النوم فيها 7 حمامات. 7 حمامات؟ ليه هيعمل ايه في ال7 حمامات وانت عامل جامع؟ السرير هيبقى يلف كده العب يا روتاني والله. عشان تعرفي خالك ما بيجيبكيش الا في المكان الصح. بنت يا شموان، وراه الحج بسيوني بياكل بصل وبيجرد على مكان البهاي. بنت ايه اللي جابك هنا يا بودي؟ تخلي ده تتجوز الحاج بسوني. ما انت لسه صغير يا بودي. ده انا هتجوزها واعمل لها كل اللي هي عاوزاه. والله يا بودي حد ولا يا بودي انت يا كلب. انت بتحب البنت وانا قاعد يا خول. بس يا بودي حاج بسيوني ايه ما دام بودة دخل في الموضوع انا ما نقدرش نكسر له كلمه. خلاص ياخد روتاني ويديني جميان. الجميان البودي وبودة الجميان الروتاني. بس روتاني. طب اقعد يا بودي. انا قاعد. اقعد نعوف. اذا ان بودة خد روتاني ناخد انا جمياني ويا بنتي يا جمياني ونعمة ربني لا نخليكي تشربي من الجاموسي عسل بحر. الحاج بسيوني دي طول عمره ساخي. بس بالنسبة للمليون هتحطه في حسابي انا مش في حساب جميان. مليون ليك ومليون ليه؟ ده انا كنت متجوز جاموسي وربنا كرمني بجميان. اتدلع يا حاج بسيوني اتدلع. عليا الطلاق. بقول متجوز جاموسي. احلى جاموسي. والله يا هو هياخد جماني وانا هنفتح له جبان. ده بقول عليك جاموسة يا حنان. جاموسي طب والولية بتاعتك اللي كانت شبه العيش بس دي لما نسمع عايز نسخ. بقول له ليه شبه ست العيد. طلقات. مراتك عليا الطلاق. مراتك لو تقعد على ذمتك ما انت لابس شعرها من جميان. هي الطلاق لا نطلقها خلقها مبريحا. ايه عزرائيل وصل. يا اخوي تعالوا يا رجال. احنا وراكي. اللهم صل على النبي كده بس يا حاج ايه اللي جابك هنا يا خالد والله؟ انتوا خليتوا فيها حجوج. يا مرحب يا مرحب. قول يا حاج عبد ازيك يا نادي؟ والله دي انا حبيتك واشتقت لك كنت اروح ازورك. حظك حسن. ايه بتعمل ايه دي؟ كنت جاي ناخد لك خدامي. قدامي؟ لم نفسك يا بسيوني. لم نفسك. اسكت خلاص. بالراحة يا نادي. سامحتك انك انت عايز تشرب هناك. انا نتجوز هو انا هنودي الله يحرق قلبك. انا اللي شرب هناك مش انت. ايه؟
ده ما هو حضرتك طلعت حاجه زي التريلا اللي كسره ترس. خلي حاجتي اهو صل على النبي يا غالي. السلام. ما هو انا بنت لك الحجمبوره دي الحسن تاني؟ ايه 3 مليون جنيه. حلال عليك. اقول لك ايه يا ابو فياض، حلال عليك يا عبد يا ابو الله. فياض من الاخر كده ايه هنادي هتطلع توسخ سمعة العيال دول في الحزب، والعيال دول كده مش هيتجوزوا. عنك يا حاج فزاع. ما دي اللي بتكلم عليها دي مراتي. يا عم ما انا هناخد واحدة. لا معلش نقول لك ايه الخيرة ليا معانا اللي عارف. انا ماليش دعوه. هو انت عليك طلقنا اللي واخد. يا اخي طلق على طلقك ما انت واخد حاجه. يا دوب